وليضع النقاط على الحروف، وليحق الحق ويبطل الباطل. ولذلك تشوف يوم عاشوراء الإمام الحسين سلام الله عليه، من افتخارات الإمام الحسين يوم عاشوراء شو يقول؟ أنا ابن علي الطهر من آل هاشم، أنا ابن علي الطهر من آل هاشم، كفاني بهذا مفخرا حين أفخر، كفاني بهذا مفخر حين أفخر. نعم، ولقد أبدى الحسين يوم عاشوراء شجاعة أبيه أمير المؤمنين، كان يكر عليهم، لم يترك في الكوفة بيتا إلا وفيه نائحة على قتيل أو قتيل، وكان يرجع في كل ساعة إلى مركزه ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. في مرة من المرات وقف ليستريح عن القتال ساعة، إذ جاءه حجر فوقع على جبهته الشريف، سالت الدماء على وجهه وكريمته، رفع الثوب ليمسح الدم عن وجهه، بان صدره إلى الأعداء، إذ جاءه سهم مثلث مسموم فوقع على قلبه، انحنى الحسين على قربوس سرج فرسه فاستخرج السهم من قفاه، خرج معه ثلثا كبد الحسين، انبعث الدم كالميزان، كأني بالحوراء زينب تقول اخويا يا حسين شتأيس حكيلي، والله يا ما يعين البيت لي ومال هبيده دشيلي ثوبي وشوف شبدليلي، يا اخويا يا اخويا سهم اللي بقلبي قطع حالي، والله من شافته صاحت يا ويلي، يا عين دم الحسين انسيلي. سقط الحسين على وجه الارض، هو والمهر قام يحوم دونه، هو والمهر قام يحوم دونه، يدافع عن ولي من يجونه، يخاف القوم لانهم ياخذونه. انحنى الجواد، انحنى الفرس، ضم خناصيته بدم الحسين ورجع الى الخيام يصهل. يقول الامام الباقر: كان الجواد يقول في صهيله: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. خرجنا بنات الزهراء درنا حول جواد الحسين: يا جواد الحسين أين حسين؟ أين من كان لي عمادا ظلالا؟ انت ترهب الغارة بصيلة، تطشر اللجم من تشمر شليلة، شمالك روحت قلبي بعويلة، مدنق ليش وانت قبل نفع، يقلها يا بيت حامل جار فشلا، طاح حسين عني وجيت دوها،
وهذه وقفتي بخيمة النسوة، وفني صار بس الناح وصياح، تقل ما توصف لي وقعوي، يقلها طاح ما بين الميادي. انا شواصف لك يا زينب شفت الحسين على صدر الشمر فرحان مرتاح. ليلة الجمعة اقرأ لك زيارة الناحية. واسرع فرسك الى الخيام محمحما باكيا، فلما رأينا النسوة جوادك مخزية، والسرج عليه ملوية، برزنا من الخدور ناشرات الشعور. صوتك خلي يوصل كربلاء الليلة ليلة الجمعة. بعضهم يستنكر علينا، يقول ليش تقرأ ناشرات الشعور؟ شلون زينب تطلع ناشرة شعرها قدام الناس؟ لا، مو قدام الناس. منو قال لك قدام الرجال؟ هاي رواية. انت شايفين الله لا يفجعنا بحبيب. لما النسوان يفقدن حبيب بعد ما ينظم شعرين، شعرين يصير منتشر منشور مضطرب الشعر. ولذلك الرواية تصف الحوراء زينب بنات الزهرة، خرجنا من الخدور ناشرات الشعور، على الخدود لاطمات، وبعد العز مذللات، وإلى مصرعك مبادرات، والشمر جالس على صدرك. وصلت إلى الحوراء زينب، ها يا خايب خل اخوي حسين ساحة، اغمض له ومثل الموت باحة، ما هو شمامة الحلوة يا طباح. دخلني براح روح حسين تظهر، يا خايب يا كتر خالي من الجروح، تحط سيفك يا خايب والدم يفوح، طبرة فوق طبرة تشعب الروح. الامام الحسين قالها وخلي زينب ارجعي الى الخيام واحفظي لي العيال والايتام سمعا وطاعة يا ابا عبد الله. رجعت زينب بينها هي في بعض الطريق، واذا بالكون قد تغير واظلم الهواء، اقبلت الى ابن اخيها زين العابدين، يا ابن اخي ما لي ارى الكون قد تغير. رفع الامام طرف الخباء ونظر الى الافق، قال عم زينب اجمع العيال والاطفال في خيمة واحد. عم زينب تهيئي للسبي والاسر. صاحت يا ابن اخي ما دهاك، ما الذي جرى؟ قال عم زينب انظري، هذا رأس والدي الحسين على ربح طويل، لما شافته صفقت بديه وشقت ثوبها ويلي عليه، ما تلام من شافت وليه. ايوه شيبته مخضوبة بدمائي،